انا قلبي وجعني قوي لدرجة مش حلو. انا عندي 38 سنة، بس شكلي اصغر من سني، وشيك جدا وجميلة جدا ومهتمية بنفسي، كاتب كتابي على شخص مطلق ومعاه 3 اولاد. وانا من طبيعتي مش بعرف اوافق على اي حد بسهولة، بس وافقت ورضيت اللي رب عيال، وعياله كانت بتغير مني علشان كان بيحبني، ومش متقبلين واحدة تانية غير مامته. ده امور طبيعية، مع ان ابوهم سابها علشان على كلامه اللي هي خانته. ومع الاسف هي اتصلت عشان لها حق عنده، وانا بدافع عنها. هو وعياله اذوني نفسيا، وهو مصمم انه يطلق. وبكل صراحة هو سابلي نص الدهب والمؤخر بس. والله قلبي مش مرتاح على ظلم ليه، لاني كنت نفسي افرح ومجهزة كل حاجة في جهازي، حتى اكل الفرح وفستان الفرح وكل حاجة، وسابني وظلمني. وانا قلبي وجعني قوي ونفسيتي وحشة، ومش قادرة اكون زي الاول نهائي. بس بطمن قلبي في كل سجدة، يعني بتدعي ربنا يعني على الظلم والوجع اللي هي جواها، وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل. وكانوا اهلي كانوا بيحبوه، وما كانوش متوقعين اللي هو يعمل كل ده. فبقول لنفسي بلاش ادعي عليه بحرقة قوي، علشان ايه؟ يعني قلبها يلين يعني مع الوقت. ومش قادرة تسامحه خالص، ومقهورة. فهي متضايقة، يعني مش عارفة تعمل ايه. بصي، هو انت تحمدي ربنا اللي حصل من ده من دلوقتي، يعني انتوا في كاتب كتاب. طب امال لما انت كنت تتجوزيه كان هيحصل ايه؟ كنت هتتبهدلي اكتر معاه ومع عياله كده كده مكانوش متقبلينك اصلا. فانت تحمدي ربنا اللي ده حصل. واكبر غلطة اصلا ان انت اتجوزتي واحد مطلق ومع عياله، وعياله كمان مش متقبلينك ولا مرتاحين معاكي. وانت سمعت منه هو اصلا بس اللي هو طلقها عشان كذا، كخيانة. طب ما هو ممكن يكون في حاجة تانية او اسباب تانية، وهو قال كده عشان ما يطلعش نفسه غلطان. احنا مش هنقول اللي انتي اللي مش اي واحدة اللي هي متتجوزش مطلق مثلا او عنده عيال وهم كلهم وحشين والكلام ده، بس هي بتبقى استثنائيات يعني مش دايما. فهو اصلا يعني احنا في زمن وحش، والناس نفسها بقت وحشة، وتصرفاتها بقت اوحش. فليه تبهدلي نفسك؟ وانتي بالنسبة لك اللي دي هتبقى اول جوازة ليكي. فانتي ممكن كده حصلك كده علشان كده ربنا عين لك الحاجة احسن، شخص يحافظ عليكي ويحترمك ويحبك، وتبقي مبسوطة بجد من كل قلبك. يعني ما تزعليش على حاجة حصلت، بالعكس انت تقولي لا ده اكيد خير ربنا كاتبه ليا. فاحمد ربنا وقولي الحمد لله على كل حال.